زوار موقعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة المصورة من حلقاتنا التي نبث لكم دائما. هذه الحلقة الإخوة الكرام بخصوص واحد النزاع ما بين هذه الأسرة اللي جالسة معنا الآن وما بين واحد الأعضاء في الجماعة ديال سيدي رحال. هاد الناس هادو كيملكوا واحد الأرض، وهانتوما غتسمعوا جميع المعطيات على لسان البنت ديالهم. اختي أميمة، مرحبا بك معنا في منبر حياة المغربية. اختي أميمة، كيف ما شفت هنا في الوريقات عندكم واحد الأرض. هاد الأرض شراها مولاي سليمان بن قاسم، ياكي؟ شراها من عند التهامي باليماني، وشرا من عبد السلام باليماني، وها هو رسم العقار عندنا، يعني كل شيء شفناه. الأخت الكريمة، شرحي لي المشكل بخصوص هذه الأرض، كيفاش بدا، مع من مخاصمين، أي حاجة بخصوص هذا المشكل قوليها لي وبشوية عليك. واخا خويا بارك الله فيك. حنا عندنا واحد المشكل مع واحد الناس، هادو رؤساء ديال الجماعة وأعضاء ديال الجماعة. الصوت شوية مرتفع. حنا عندنا مشكل مع واحد الناس، هادو أعضاء ديال الجماعة ورؤساء ديال الجماعة، خداو لينا الأرض ديالنا غصبا، ومني مشينا كنهضروا على حقنا ولاو كيضربونا وكيهينونا وكيعيرونا. وهادو ناس اللي خاصنا حنا ناخذوا منهم عبره. هما خداو استغلوا اراضي ديالنا الخاصه واستغلوها وداروها ورقه انتخابيه بيناتهم. هذا عضو ديال الجماعه جواد بولاق، عضو كينتمي لحزب العداله والتنميه. هذا الحزب يعني اللي كيحكمنا، حكومتنا. خداو لنا الارض ديالنا، ومني مشينا حنا كنهضروا على حقنا ضربونا. هذا عقد ديال البيع، يعني حنا عندنا ادله وعندنا براهين وعندنا شواهد بلي هذه الارض راها ديالنا، وهذه شهاده الملكيه ديالنا، وهذا عقد ديال البيع. وانا نيابه عن الام ديالي بغيت نشرح للراي العام، وبغيت السلطات وبغيت الحكومه وبغيت الناس يعاونونا وياخذوا لنا حقنا. واش حيت هاد الناس رؤساء ولا حيت هاد الناس اعضاء حنا ما نقدروش ناخذوا حقنا؟ حنا بغينا من الناس اللي واصلين والناس اللي يعني اللي هاد الشيء كيخصهم، بغيناهم يعاونونا وياخذوا لنا حقنا. حنا ملي مشينا هضرنا على حقنا، مشينا عند وقفنا في ارضنا، تعرضنا للاهانه وتعرضنا للعصا، وخويا كلا العصا. وحنا حطينا في الموقع، حطينا العنوان فيه عضو جماعه سيدي رحال جواد بولاق وعائلته ياخذون اراضي الناس الخاصه ويعتدون على اصحابها غصبا. شكرا أميمة بخصوص هذا التوضيح اللي عطيتينا، وتوضيح رائع عجبني. المهم راك شرحتي لينا كيفاش يعني تعرضتوا للضرب. إخوة الكرام، لو ليان اللي حطيت لكم دابا في اللايف راه فيه كيفاش العائلة ديال أميمة تعرضت للضرب، وهذوك اللي كانوا كيضربوا في خوك أميمة في هادو الفيديو. عائلة المستفيدين. هذا المستفيد اصلا، هذا اللي عضو ديال الجماعه، عائلته ما مستفداش من هذه اعاده الهيكله. هاد السكن الصفيح عائلته ما مستافداش، ومدخلها وعائلته جات كضربنا. كذا هي اللي كضرب عائلتي. دابا هذيك دابا في الفيديو اللي لحنا لهاد الناس، عائلة هذاك عضو العضو ديال ديال الجماعه، الجماعة جوج، جواد بولاق وعائلته، والحسن الصافي، الحسن القاسي وعائلته. في هذاك الفيديو الفيديو هما اللي ورا حنا لهم، هما اللي كيضربوا في خوك. كيضربوا في خويا وكيضربوا في الزوجه ديالو، وحاولوا نزع الملابس ديالها. حاولوا نزع الملابس ديال الزوجه ديال خوك. قولي لي يا اختي، نعم. دابا هاد الناس كيف ما شفنا في الفيديو اللي عطيناه دابا لهاد المشاهدين، ضربوا خوك، جرجروا مرت خوك، بغاو ينزعوا لها الملابس ديالها، هما اعضاء بحضور الدرك الملكي. بحضور الدرك الملكي. هادشي كان بحضور اعضاء الجماعه وبحضور الدرك الملكي، وتا واحد ما خدلنا حقنا، تا واحد. متاكده امي؟ بحضور الدرك الملكي. يعني هاد الناس دابا اللي نتوما معاهم في نزاع، بحال بغيتي تقولي لي فوق القانون؟ فوق القانون. هاد الناس كيقولوا انهم فوق القانون وغياخذوا الارض. غياخذوا الارض. ومشينا عند الباشا وقلنا ليه، قالت ليه الام ديالي، قالت ليه عندي وراقي وعندي ادله ان هاد الارض ديالنا. قال لي هذوك الوراق سيري حرقيهم. هذا باشا. والرئيس الجماعه اللي مشينا عنده قلنا ليه بلي هاد الارض راه ديالنا، علاش عطيتيها الناس؟ قال لينا صدعوني وعطيتهم. واش هذه اجوبه مقنعه؟ واش هذا رئيس؟ واش كيستحق يكون في داك المنصب؟ هذا رئيس الجماعه. هذا رئيس الجماعه. اش يقول؟ هذا الشيء قال لينا صدعوني وعطيتهم، ما عندهمش فين يسكنوا، صدعوني وعطيتهم الارض. صدعوهم. صدعوا عطاهم فين يسكنوا. اسميت رئيس الجماعه؟ عبد العالي العلوي.
عبد العالي العلوي ما عندكمش معاه مشكل؟ ما عندنا معاه المشكل ان رئيس الجماعه من صح. العائله، من يعني هو رئيس. ولد عمي. وفوت ولكن هادشي لهم مقابل الارض ما بينهم. ديالكم. ولد عمي هذا عبد العالي. دابا انت شري فيه هي مولات الارض. انا هي مولات الارض. انت قالوا لي راه في التصاور اللي كيبانوا لي تضربتي. انا تكرفست انا وولدي ومرت ولدي، انا راه وجهي كله دم، ضربني قاسي ها يدي باقا داراني لدابا. تكرفسنا من المعقول، لا فكاك لا من يفك، هما دوار وحنا وسط منهم ثلاثه، راه الفيديوات الجهل ما كاينش مع من تهضر، حنا مشينا غير الحديد باش نهضروا. والعصاي والحجر كلها كيضرب فينا، وحنا واقفين حنا اللي صدقنا مكرفسين. هما ما عندهمش البلاد وحنا بلادنا وكلنا العصا، وما كاين لا جدرميه، ما كاين لا محكمه، ما كاين حتى حاجه. اللي مشينا عنده كيرجرجنا، سيروا سيروا سيروا. انا اللي تهلكت، انا اللي باقا معتفه دابا، ومرت ولدي مكرفسه، وولدي راه مريض ومكرفس، وين حنا راه ما كاين حتى شي حاجه، حتى واحد ما خد لينا حقنا. حنا انا بعدا بغيتهم ياخذوا لي حقي في الضرب والجرح، عادي نشوف ليا داك الشيء. ما كاين لا جدرميه. الملكي كيقولوا لنا سيروا، الاربعه يقول لي سيري حتى الثلاث، عقب درت شكايه دفعتها، جابوها شدوها ودمصوها، ما بقاوش بغا يهضروا. اذا دابا لي جوندارم ما قدموكم. ما داروا لينا جدرميه، ما دايرين لينا والو. جدرميه ما عرفتش انا داك الشيء مخدوم عندهم، حيت هما كلهم بحال جدرميه، بحال جواد، بحال كل شيء. الرأي العام، المسؤولين، دابا كتسمعوا المواطنين. ديما انا بعدا كندير في هاد اللايف، انا راه مريض، من صوتي تعرفوني مريض، ولكن ملي كيكون شي فيديو اللي طارئ وخاصنا نتكلموا عليه، راه للضروره احكام وكنتكلموا عليه. هاد الناس كيقول لك بغاو غير اللي يطبق معاهم القانون، ما قالوش شي كلمه ديال العيب. هاد الناس كيقول لك عندهم ما يثبت انهم ملاكين ديال الارض، ما قالوش كلمه ديال العيب. بالاضافه لهذا الشيء كامل، هاد الناس عندهم فيديوهات كيبينوا انهم تعرضوا لاعتداء، حتى هاد النقطه ما قالوش شي حاجه ديال العيب. بالاضافه لهذا الشيء كامل، ملي كيتوجهوا عند رجال الدرك الملكي خاصهم يتقدموا مع هاد الناس اللي تعدوا عليهم المحكمه، والمحكمه يعني حتى هي كتاخذ المجرى ديالها باش نعرفوا شكون اللي ظالم شكون اللي مظلوم، علاش تخدت لهم ارضهم، علاش ضربوا. هاد الشيء راه خطير. الاخت اميمه، شحال من شكايه قدمتي انت وماماك؟ ماما قدمت جوج شكايات، أه. حيت تعرضوا في الاول للاهانه والضرب، يعني ولكن ما كانش شي ضرب يعني اللي، وضربت الام ديالي الوجه ديالها. قدمنا شكايه للدرك الملكي، قالوا لنا واخا كيأجلوا. موراها مشينا عاوتاني غادي نهضروا غير مع الناس، مشينا غير باش نهضروا. تعرضت الام ديالي والاخ ديالي والزوجه ديال الاخ ديالي للضرب، وحاولوا نزع الملابس ديال مرت خويا. ومني مشينا حنا عند الدرك الملكي كيقولوا لنا كل مره سيروا واخا حتى ثلاث. حنا قدمنا شكايه للوكيل الملك، والحمد لله دابا كنتسناو الناس امتى اختي قدمتوا ديال وكيل الملك؟ قدمتوها غير في لوسيس ولا لوسات؟ في لوسات فهاد فلوسات. ومني قدمنا الشكايات وانا مشيت عند السيد اللي قرافه لي لي سي دي والفيديوهات، انا تلاقيت مع العضو ديال الجماعه وهددني وقال لي ما تلعبيش مع يا الله طويله، ما تلعبيش مع سيادك. حتى انا قدمت شكايه لوكيل الملك بلي فيها راه بلي انا يعني تعرضت للتهديد. قال لك ما تلعبيش مع سيادك يا الله طويله. لا اله الا الله. يعني حنا ارضنا ولينا كنتهانوا ولينا كنتهدوا. قولي لي، كتحسي انت بانك في دوله الحق والقانون ياك؟ حنا مهما اننا حنا في دوله اسلاميه ودوله الحق والقانون، داكشي علاش حنا دابا كنطالبوا بحقنا وبقانوننا. حنا ما جايينش، حنا ما كنطلبوش شي حاجه اللي ما كايناش، ارضنا وكنطلبوا غير الحق، ما كنطلبوش شي حاجه اللي بعيده ولا ارض الناس. حنا جايين طالبينها، حنا حقنا وارضنا وكنطلبوها. حنا هادشي اللي بغينا نعرفوا، واش هاد الناس فوق القانون؟ واش ما كاينش شي قانون غادي يحمينا حنا؟ وياك القانون ما كيحميش مغفلين. هادشي اللي كنطالبوا به حنا، كنطالبوا باش القانون يحمينا ويحمي الحق، ما يحمي حتى شي حد. حنا عندنا دلائلنا وعندنا براهيننا، يعني القانون كيحمي اللي عنده دلائل واللي عنده براهين، ماشي المغفلين. وحنا في بلاد الحق وفي بلاد القانون، وكنطالبوا بحقنا وكنطالبوا بقانوننا، وما عندناش مناش نخافوا، كنخافوا من الله. شكرا اختي على التصريحات اللي قلتي لي. اشنو باقا باغا تقولي لي لاله العالم؟ الزرع الفلاحه اللي حيدوا لينا الطراط. قولي هاد النقطه هادي. وهاد الارض حنا كنتصرفوا فيها من 20 عام، والدينا كيتصرفوا فيها حتى لدابا. وجاو الناس وحيدوا لنا الزرع ديالنا، حنا زارعين فيها، جاو حيدوا لنا داكشي بتراكس
وما عقلوا على حتى شي حاجه، يعني ما داروا لنا حتى شي اعتبار. هذيك ارضنا وحنا زارعين فيها، يعني زارعين فيها راه ارضنا. شكون اللي حيد لكم هذا العضو اسميتو جواد بولاق، هذا عضو جماعه ديال تدرحال جواد بولاق. منعكم حيد منها الزرع، جاب ديك الكراطه حيدوا الزرع وحفروا فيها كيبنيو دابا بالنهار وبالليل. حفروا كيبنيو بالنهار وكيقولوا عاش الملك. بالنهار كيبنيو ما عندهم حتى في واحد بالنهار. حنا كنطلبوا سيدنا حنا عاش الملك عاش الملك عاش الملك. انا نطلب من سيدنا يعطينا شي لجنه تشوف هذاك الشيء. شوف داك الشيء. ما بغيت والو، انا باغا حقي، ما بغيت شي حاجه، انا باغا حقي. نطلب من سيدنا الله يخليه لينا يدير لنا حق لهاد الناس هادو، راه تعداو علينا بزاف. حنا بغينا بلادنا ومضاربين على بلادنا وصدقنا مكرفسين واكلين العصا وما درنا والو، حتى واحد ما عطانا حقنا الا الله سبحانه وتعالى. ما عرفتش. كنتمنى لالا في دولة الحق والقانون تاخذي حقك بلا ما تبكي، يكون خير. بلا ما تبكي، اسمع، بلا ما تبكي، مهما درتي فيديو بلا ما تبكي. عصبت ولدي بزاف وسمع والله الا شي باقي يدير دابا ما كنقدش نشد بها حتى شعري، والله ما كنقدش نشد. يكون خير، وفيا السكر وفيا العصب ومخلط ليا كامل داكشي مخلط عندي. يكون خير، يكون خير. راهما الناس كتبوا لك راه ما غيضيعش لك الحق ديالك مهما وانت كطالبي به وما غتنازليش عليه. وانا من هذا المنبر كنضم صمتي لصوتكم وكنقول للناس المسؤولين في البلاد يفتحوا تحقيق في هذه الهضره اللي قلتو حنا هادشي كامله. اللي بغينا، كنطالبوا بالناس ومن السلطات ومن الجهات المعنيه فتح تحقيق نزيه، اللي عنده حقه ياخذه. الحمد لله حنا في بلاد الحق وبلاد القانون، هادشي اللي كنتمناو. وحنا الباشا ها هو والسكن الصفي ها هو، ها السلطات فين هي؟ فين هي السلطات؟ حنا كناكلوا العصا، حنا كنتهانوا، السلطات فين هي؟ هاد الانتفاضه شكون اللي غيوقفها؟ عشوائي هادشي عشوائي، ما كاينش الحق، 80 ما واحد. كاينش حقنا. كيفاش 80 واحد؟ 80 مرة كانت خارجة، الناس مزدادين وخارجين. الناس مستافدين عندهم عندهم وخارجين كيعطونا في العصا باش ياخذوا الصحه. باش ودابا راه كيبنيو بالعلالي ما عندهم حتى في واحد. الشمس كتحرق الليل، البولات الدراري ما كاين عا العصاي تبارك الله تقادت هذا واقفين بعصيهم والله القسم مابقيناش نقدروا ندوزو. مع ان هذا العضو قبل من الاستفاده في السكن العشوائي كانت عنده 60 متر، منين استافدوا خدم 150 متر. 150 متر هذه ماشي استفاده، دائما هذا هذه العضو، ورقه انتخابيه. هذا العضو ديال العداله والتنميه. هذا عضو العداله والتنميه، هذه العبره وهذا القدوه ديالنا، هذه قدوه ديال بلادنا. على من صوتوا هذا العام؟ لا صوتنا على الاسرى والمعاصره. ماشي مشكله، انا سولت. لا انا ما عنديش معاهم. انا ما كنعيشوش انا وبنتي تم سيدي الحال. انا راه عندي دار في طماريس وعاد عندي دار سيدي الحال فين كنتصرف دابا. وهذه ارضكم. هذه ارض وجدودي وارض امي وبا بجوج. دابا كطالبوا بحقكم، كنطالبوا بحقنا. بقى عندكم شي اضافه؟ الله يجعل البركه. ولا كان فيه راه جوج كلمات تكفي. عندك الحق، خير الكلام ما قل ودل. فتحوا للناس تحقيق، الا يستحقوا شي حاجه عطيوها ليهم، الا ما يستحقوش عدمونا كاملين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.